عمر الإنسان أيام، ماضي وحاضر ومستقبل. امبارح عدى بكل ما فيه، بفرحه وجرحه، بأحلامه وألمه، بنجاحاته وإخفاقاته. اللي بيفضل لنا من امبارح مجرد ذكريات. في ناس بتصر إنها تعيش في امبارح وتستغرق فيه بكامل إحساسها وتفكيرها، وتكون النتيجة إنهم ما يقدروش اللي ما بين إيديهم، وما يقدروش يعيشوا يومهم ويعدي منهم من غير ما يحسوا بيه، أو يقدروا يشوفوا أي شيء إيجابي أو جميل حواليهم. حتى بينسوا إنهم يستمتعوا بتفاصيل حياتهم مع الناس الموجودين معاهم بالفعل، لحد ما يخسروا يومهم ومشاعر ناس طال انتظارهم ليهم، وحاولوا بكل طريق يقربوا منهم ويعبروا عن مشاعرهم واحتياجهم ليهم، لحد اللي قريب منهم ما يحس بمرارة وإنه مش مهم. إحساس الغربة والوحدة والمرارة وقتها بيسيطر على الحياة، فيتسرب يومه من بين إيديه ويبقى ماضي، ويروح لبكرة وهو لسه شايل هم امبارح وغرقان في ذكرياته وحنينه ليه. عيش النهاردة واستمتع بتفاصيل حياتك فيه. السعادة ممكن تكون في تفاصيل صغيرة جدا، كلمة حلوة أو ابتسامة، لحظة صادقة، لمة عيلة، ضحكة طالعة من القلب، خروجة مع أصحاب. مش لازم نستنى السعادة في الحاجات الكبيرة، مش لازم نرهن سعادتنا على تحقيق أحلامنا الكبيرة. عيش يومك واستمتع بيه، واحلم ببكرة واستعد بإيجابية ليه، وخد من امبارح درس وذكرى تشحن طاقتك للنهاردة وبكرة.